شكرا أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا مع المتعة، وهذه المرة في دوري أبطال إفريقيا نسخة رقم 28 بالمسمى الجديد، ونسخة رقم 60 منذ انطلاقة البطولة في عام 1964. مباراة هنا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا تشامبيونز ليج الإفريقي للعام 2023-2024 ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ولقاء الجولة السادسة لقاء حاسم في ظل ترشح 7 أندية إلى دور ربع النهائي لهذه البطولة. يبقى فريق من طبعا طرفي هذه المباراة، مباراة ما بين الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط يكفيه التعادل أو الفوز في هذه المباراة، أمام الهلال ثالث ترتيب هذه المجموعة برصيد 5 نقاط. يتصدر المجموعة بيترو أتلتيكو الأنجولي، بيترو لواندا اللي عنده 9 نقاط، ويلتقي بنفس التوقيت في لواندا في أنجولا أمام فريق الإطوال النجم الرياضي. حالة التساوي في عدد النقاط بيكون المرجعية للكرة الأمامية، وهذه التدخل على طول من جانب الكونغولي ستيفن إيبولا. كرة الأمامية دار السلام في تنزانيا لصالح فريق الهلال. هذه الهجمة على طول ومحاولة 19 وسبق ذلك 94 و2011 وأربع مرات وصيف. ركلة ركنية جديدة أمامنا حكم اللقاء اللي أدار طبعا المرة دي فريقين بس من الفرق جديدة من جانب الشمال. هذه محاولات للوصول لكن فاول أمامنا. افتح لعب مهم جدا محمد امين بن حميده. كان هناك مفاضله النهارده الحقيقه ما بين الغائب عن خزائن النادي، استلام على طول اللاعب بوكيا. امامنا مباراه جانبيه هتكون ما بين ريخ الجماهير الهلال اللي تطمح طبعا النهارده الى بوكيا عدى من ايبولا خد فاول على ستيفن ايبولا، فاول على اللاعب الكونغولي. امامنا هنا ستيفن ايبولا اساس الكرات العاليه، لكن كره تصل مره ثانيه تتعلق عاليه راسيه من جانب اللاعب روجيه اولو. امامنا اللاعب اللي عوض انتقال فريق الترجي. ادي امامنا ينساس زق كره حلوه قوي منطلق، لكن السرعه والارتداد السريع على طول والابعاد. طلع كره الى توكا مش معقول. كره ترتد امامنا هنا من مندي، كره توكا ترتد من مندي، لكن ارتباك امامنا هنا للسنغالي اللي بيلعب تاني مباراته قادما من صفوف جدوي. لعب مباراه بيترو. الهلال التنظيم مهم، التركيز مهم، العمق، استغلال العمق الهجومي اللي بنشوفه النهارده في اللقاء اليوم طبعا مع فريق النادي. يعدي ويعدي فعلا امامنا هو الكره، لكن فين راجل فين عيدوني، يعني كل دي اسماء، وبن سليمان كل دي اسماء ملعوبه المره دي. لواندا في لقاءين وخسر من الهلال 1-3، في حين نادي الهلال السوداني تخطى السلام وتخطى البرت. كره خطيره الهلال، كره خطيره امامنا، استلام بعجله للهلال السوداني في اللقطه اللي فاتت. سيد البلد امامنا هو، وادي الكره بدا الهلال يمسك كوره، بدا يبقى في انتشار، بدا يشوف امامنا هو الان من جانب فريق نادي الهلال. استلام على طول المره دي عن طريق اللاعب زكريا العايب رقم 31، لكن في رودريجيز امامنا هنا البرازيلي اللي بيضيع فرصه كبيره جدا. ضغط 90 مره ثانيه، كرات العرضيه، فرصه هدف اول. رودريجيز يضيع الفرصه الاولى، فرصه هدف محقق. رودريجيز امامنا هنا البرازيلي اللي بيضيع فرصه كبيره جدا، ضغط كبير في اللقطه اللي فاتت من هجمه واعده من جانب اليمين اماميه. بوكيا لكن مره ثانيه استلام، تمريره بينيه. رودريجيز امامنا فوفانا، ولكن الطيب يطلع ركله ركنيه تحت. بعد فرصة رودريجيز رأسية. الهدف الأول يأتي عن طريق ياسين مرياح بضربة رأس أمامنا، يأتي بأول أهداف هذه المباراة. صناعة ينساس بعد الضغط، الصمود لم يستمر طويلا لأن رأسية ياسين مرياح كانت الفيصل في هذه المباراة. سجل في مرمى فريق النجم في مباراة كان من خلال ركلة جزاء. أمامنا هنا الجماهير ترجي يا دولة بعد هدف ياسين مرياح تونسي في هذه المجموعة. مرة ثانية هنا استلام على طول، استلام واضح فيها طبعا، يعني الفريق التونسي الافضل. حتى نادي الترجي انطلاقه امامنا، فريق الهلال ايضا بتدعيمات ومحاوله مره دي عن طريق ندياي، ولكن بن حميده عامل مباراه حلوه، بن حميده عامل اداء مميز. امامنا هنا الكره ملعوبه على طول، لكن ايبولا راح الوداد. محمد اليعان عن وصوله للمره الثامنه على التوالي في الدور ربع النهائي.
في حين الهلال على فكره للمره الخامسه على التوالي في مرحله المجموعات. في مكان مميز، تسديده حلو الكوره، تسديده حلوه امامنا هنا من رائد بوشنيبه. بص امامنا رائد بوشنيبه لكنها حلوه قوي، لكن تمر كوره الى خارج في بطل مرتين خلال هذه الفتره. امامنا هنا الانتر البرت كانجواندا، وما شفناش الادوار الهجوميه ايضا من غربال ومن دياي. وفي انذار امامنا هنا قد يكون للطيب، انذار للطيب داخل جامد قوي مع البرازيلي رودريجيز. انذار للطيب. اذا فوفانا المدافع، كرات الثابته ينساس بيلعبها حلوه قوي، راسيه جديده رائد بوشنيبه اللي سدد الكره منذ قليل. بوشنيبه بادوار هجوميه بركنيه جديده، ركنيه رابعه. رائد بوشنيبه بيقدم اداء مميز. وعلى توجاي على القائم الاول، كره كان مترجم افكار ايبونجي. التمركز الهجوم يلعبها حلوه في الجانب اللي فيه حميده، لكن وقف كره جت خلفه، لكن بعيده الكره دي، بعيده الكره دي. حسام طب بان وسط الملعب ما بيأديش الادوار بالشكل المناسب. ادي اول كوره، ولو خد انذار يعني يغيب عن المباراه القادمه، لو في بقى مباراه قادمه في هذا الموسم. اول 3 انتصارات لكل فريق وتعادل في مباراه، لكن على المستوى ما من مهاره وامكانيات وقدرات في ظل بوجبا بعجله، لكن فاول على ينساس. لم يهدأ ينساس، ابرز لاعبي هذه المباراه، ابرز لاعب. على طول الكرات الثابته، محاوله الوصول بتسجيل هدف. بيترو لواندا الانجولي متصدر هذه المجموعه. فاول في خطأ امامنا باتريس تانجي حكم الجابوني. البرتغال اللي قادوا فريق الترجي. ينساس رائع البرازيلي في انطلاقه، ينساس، لكن المره دي خادم دياو، خادم امامنا هو استخلاص من الموريتاني لفريق الترجي على مستوى دوري الابطال. 5 ندانج الكاميروني عنده ابو عزي وفوسيني كوليبالي وايهاب المساكني عندهم ايضا هدفين. على طول امامنا استلام، فاول لصالح رائد بوشنيبه. هدأ اداء الترجي وده طبيعي. ويندا البرت كانجواندا، كره خطيره مميز فريق. رامي التماس مره ثانيه، تعود تدخل في سقوط، في اصابه اعتقد الواقع ده لاعب رودريجيز لاعب يوفنتاد البرازيلي، مميز طبعا بالاطوال 189 سم. رودريجيز اللي كان ممكن يسجل هجمه واعده في اللقطه اللي فاتت. بص بعد النظام طبعا امامنا هو، ادي اخر اللقاءات، ادي الفرصه للتعادل امامنا، ولكن قرعه ربع النهائي لهذا، وكره تبحث عن من يسجلها، ولكن صلاح عادل امامنا. كره كانت ضايعه من ابو عجله، هجمه على طول عن طريق اللاعب تاقا، ولكن اماميه وقوي يا ولد. اللاعب العايب زكريا العايب ما سجل في المباراه الماضيه امام النجم. فاول وتدخل وحكم اللقاء امامنا هنا. هيبدو بقى في انذار جديد. ياسر المزمل ووجود ايضا مرياح وتوجه الثاني بوكيا الكونغولي، بوكيا وخادم رائع خادم ديوال الموريتاني، لعيب مميز قوي. وبوكيا امامنا هنا الكونغولي في ثاني لقاء. ادي امامنا اهو تبديلين، وسجل في لقاء سان داونز. تسديده حلوه، كره ترتد، اول اختبار لأمان الله مميش امامنا، وتصدي للكره القويه الخطيره اللي كانت في اللقطه اللي فاتت.